اكيد لازم يكون عندك حاجه مختلفه عشان اجيب. فالمحتوى لو كان مختلف فعلا هيكون وسيله فعاله جدا. في حاجه تانية بتحركنا اللي هو الانضباط والاستمراريه، ازاي تعمل بيرسونال براندنج وازاي توصل للعملاء اكتر. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين في حلقة جديدة من بودكاست ميدكاست. أنا مريم محمد، والنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم ألا وهو صناعة المحتوى الفريلانس. في عالمنا الفرص بقت أكتر بكتير من أي وقت فات. تقدر تشتغل من بيتك، تبني اسمك وتصنع محتوى يوصل لآلاف الناس. لو بتفكر تبدأ فريلانس أو تصنع محتوى تعليمي يوصل للناس، فالحلقة دي عشانك. ضيفنا النهاردة مش بس مصمم محترف، ده كمان واحد من أنجح صناع المحتوى في مجاله، صاحب قناة أورنج سكوير، باشمهندس أحمد البحقيري. أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. طبعا حضرتك غني عن التعريف، ولكن للي ما يعرفش مين باشمهندس احمد البحقيري. تعريف بسيط عني، انا اسمي احمد البحقيري. كويس انتوا بتنطقوا الاسم صح عشان ده عامل مشاكل اصلا. خريج كمبيوتر ساينس، متخصص في المجال في الادفرتايزنج في الفيجوال ديزاين بقالي 7 سنين او 6 سنين، داخل 7 سنين دلوقتي. اشتغلت في حوالي اكتر من 8 شركات لحد دلوقتي، معظمهم بره مصر از فريلانسر. وبس من 2018 لحد دلوقتي انا عاملين نطور نفسنا في المجال. اهلا بحضرتك. في البدايه كل واحد بيبدا يدور على شغفه. ازاي حضرتك عرفت شغفك في مجال الجرافيك؟ موضوع كلمه شغف دي برضو يعني ما بحبش اتكلم عنها، ما بحبش اقول ان انا ده اسمه شغف اصلا. انا كنت عملت فيديو كامل عن الموضوع ده، بس لو هنتكلم عنها كاحمد ليه وصلت الموضوع ده وازاي وصلت للجرافيك ديزاين تحديدا. ممكن يكون هو حس فني من زمان وانا صغير. كنت بحب ارسم، بحب الون، بحب الشخبطه، وفي نفس الوقت كنت بحب اعمل ايديت على الصور بتاعتي. اللي هو ما احبش اتصور الصوره وتبقى الصوره عاديه، لا اعمل فيها اي حاجه. ممكن ازود الوان، ممكن اغير السما، ممكن اعمل اي حاجه في الصوره ما تبانش ان هي متصوره بموبايل عادي، يعني لازم تكون مختلف عن الكل يعني. واعتقد بدات من هنا، بعد الحس الفني اللي هو من البدايه الوان، وبعد كده فوتو اديتنج، وبعد كده عايز اطور بقى. كنت بعمل فوتو اديتنج على الموبايل على برنامج بيكس ارت، حاجه بدائيه جدا يعني. فواحده واحده بشوف توتوريالز على اليوتيوب عن الموضوع ده. عرفت ان هم بيشتغلوا على برنامج تاني غير بيكس ارت، في حاجه تانية بقى، برامج تانية يعني. واحده واحده ايه البرامج ديت؟ طلعت برنامج اسمه لايت روم. انا ما اعرفش ايه لايت روم دوت، ولازم لابتوب عشان ينزل عليه وناخد الموضوع لمرحله بروفيشنال اكتر يعني. فعرفت بعد كده ان لايت روم ده تبع شركه اسمها ادوب، والبرنامج ده اصلا مش مجاني، البرنامج ده مدفوع، وما كانش ساعتها في نسخه على الموبايل منه. نزلته بكراك طبعا ساعتها يعني، وده ما بنصحش بيه حد خالص يعني الموضوع ده. عرفت بعد كده ان هو مش مجاني يعني. فواحده واحده عرفت ان الموضوع صعب. لا ده انا كنت جاي على باك جراوند بيكس ارت، ان انا بشد سلايدرز. خلاص هو بيعمل لي الايديت عن طريق سلايدرز، لكن اللايت روم لازم افهم بقى اضاءه وظل والوان وحاجات بروفيشنال بقى. فالموضوع ده خلاص يعني لقيته موضوع صعب بالنسبه لي، فلا قلت خلاص مش هكمل في الموضوع ده، وهرجع للكومفورت زون بتاعتي اللي هو البيكس ارت، الحاجه الاساسيه يعني. بس واحده واحده عرفت ان لايت روم له شبيه تاني اسمه فوتوشوب، نفس الشركه المالكه اللي هو ادوبي فوتوشوب. وبعد كده الستريتور. واحده واحده عرفت ان ده اصلا جزء من كيان كبير اسمه الجرافيك ديزاين. و بس كل ده برضه هاويه، كل ده يعني حاجات تعديل على الصور، وحاجات رسم، وحاجات يعني عبيطه جدا يعني، ما تقالش انها شغف، وده كمهنه يعني او كارير. لحد ما دخلنا اولى جامعه تقريبا 2018، خدت بقى الموضوع بطريقه احترافيه، اللي هو لازم اتعلم البرنامج دوت عشان هو جزء من كيان كبير اسمه الجرافيك ديزاين. والجرافيك ديزاين لما سرشت عنه اكتر وقريت عنه اكتر، ان هو لقيته ان هو بيسينك معايا في الحته اللي انا بحبها، موضوع الالوان، موضوع الرسم، موضوع الالستريشنز، موضوع الحاجات دي كلها. بس ومن هنا نقدر نقول ان الشغف اكتشفته في سنه اولى جامعه 2018 يعني. بس من وقتنا هذا الحمد لله بنطور نفسنا لحد دلوقتي. كفريلانسر فكره الشغل من البيت بتبقى شويه غريبه على الاهل. ازاي قدرت توصل لهم الفكره دي؟ طبيعي اصلا هم مش ما كانوش متقبلين الفكره يعني. اولى جامعه، والمفروض اصلا انا خريج كليه عمليه، يعني كليتي اصلا كلها دراستها على اللابتوب وعلى الاجهزه. ففكره ان انا كنت قاعد على الجهاز 24 ساعه، فده كان بالنسبه لهم عادي يعني. انت كده كده قاعد بتذاكر. بس فكره انت توصل لهم لا انا مش بذاكر عشان الكليه، لكن انا بعمل مجال تاني، دي ما قلت لهمش الا ما بالفعل ابتديت ان انا اخش في الموضوع اكتر. ابتديت انا اطلع شغل، حتى لو شغل بيرسونال، حاجه شخصيه بعبر بيها عن نفسي، وانزلها عندي على السوشيال ميديا. بس واحده واحده لحد ما جالي اول كلاينت. وهنتكلم عن موضوع اول كلاينت ده بعد مده طويله يعني، بعد تقريبا تانية جامعه مثلا، بعد سنه اولى كلها كنت بطور نفسي في المجال، لحد ما جالي اول كلاينت واستلمت فلوس منه. كان ساعتها عايز لوجو وعايز كفر فيسبوك، كان الاثنين دول ب 80 جنيه. اول ما استلمت ال 80 جنيه دول قلت لاهلي بقى ان انا اشتغلت الشغلانه دي، ودي في مهنه اسمها كده، وهاخدها بجانب الدراسه بتاعتي وكده. طبعا ما كانوش متقبلين الفكره، بس وانس انت خلاص دخلت فلوس، خلاص كده الله يعينك وتمام والدنيا كويسه.
كتير من الفريلانسرز زي حضرتك مثلا بيلجأوا ان هم يصنعوا محتوى عشان يروجوا لنفسهم، هل دي فعلا طريقة فعالة؟ والله يعني هي فعاله وغير فعاله يعني. احنا دلوقتي شايفين المحتوى كتير جدا بالنسبه للريلز وبالنسبه للشورتس وبالنسبه لليوتيوب كونتنت. فلو هنصنع كونتنت مختلف عن اللي موجود فده هيبقى طريقه فعاله 100%. لكن هنعيد العجله تاني وهنشرح اللي موجود بطريقه مختلفه او حتى ننقله زي ما هو، فكده هتبقى مش فعاله، انت كده بتحرق نفسك على الفاضي يعني. يعني الاولى ان انت تطور نفسك في مجالك اكتر من ان انت تعيد العجله من تاني. وانا اوريدي حاجه اتفرج عليك ليه؟ ما في اصلا ناس احلى منك واقوى منك واشطر منك بيشرحوا المعلومه دي. فميك سنس كده حاجه اتفرج عليك انت ليه يعني. اكيد لازم يكون عندك حاجه مختلفه عشان اجيلك. فالمحتوى لو كان مختلف فعلا هيكون وسيله فعاله جدا جدا يعني. طيب وانا لسه في بداية المشوار، اقدر ابدأ صناعة محتوى ولا استنى لما ابقى متمكن اكتر من المجال؟ ما لسه قايلين دلوقتي لو الاولى ان انت تتمكن من انا المجال. هقدمه بطريقة مختلفة، بس ما اه عنديش الفكرة وكلمه واضحة. متمكن دي برضو يعني واسعه قوي وكبيره قوي. يعني ايه متمكن؟ ما هو متمكن دي برضو اللي هو مش هقفل المجال يعني. ما هو ما فيش مجال بيتقفل بالمناسبه يعني. بس تكون انت وصلت لمرحله ان انت على الاقل معاك الاساسيات وبتعرف تكسر الاساسيات دي. يعني احنا دايما نقول لك اتعلم القواعد وبعدين اتعلم وبعد كده ابقى اكسرها، بس لازم يكون معانا القواعد الاول. فلو انت معاك القواعد وبتعرف تشتغل بيها وبتعرف تكسرها، ولما حد يسالك انت كسرتها ليه تعرف ترد، يبقى في الحاله دي انك بالفعل ممكن بقى تخش باستنتاجاتك بقى بالمحتوى بتاعك يعني. كتير من الفريلانسرز بيبقوا شاطرين جدا بس مش عارفين يعملوا براندنج لنفسهم ولا يتعاملوا مع الكلاينت، ازاي نقدر نحل المشكلة دي؟ البيرسونال براندنج ده دلوقتي عاد آفة العصر حاليا. ودلوقتي عاد كله عاد بيماركت له ان هو اعمل محتوى، سيب الشغلانه بتاعتك روح اعمل قناتك والبيزنس بتاعك والكلام ده كله. لو هنتكلم في مجالنا احنا بقى في الجرافيك ديزاين تحديدا، ازاي تعمل بيرسونال براندنج وازاي توصل لعملاء اكتر. آه، برضو كل ده هيتمحور حوالين مهمتك انت كمصمم جرافيك في المجال ده كله بتعمل ايه. تكون فاهم دورك اولا، وانت جزء من كيان كبير جدا اسمه التسويق. انت كمصمم جرافيك ترس في العمليه الكبيره اللي اسمها التسويق، الماركتنج. فعشان اسوق لنفسي لازم اكون انا فاهم العمليه الكبيره ماشيه ازاي الاول، عشان افهم دوري كترس ماشي ازاي. انا ترس صغير جوه كيان كبير قوي. فاول حاجه لازم يتعلم ماركتنج ويفهم دوره كويس قوي 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 كمصمم جرافيك، ايه مهنته. لو بكره الدنيا نمنا وصحينا وما كانش فيه جرافيك ديزاينرز، هل الكوكب اللي احنا عايشين في كله ده هيتاثر ولا لا؟ لو هيتاثر فعلا وانت فهمت هيتاثر ليه، يبقى بالفعل دي انت فاهم دورك كويس قوي. دي اول خطوه. تاني خطوه انك تفهم تسويق بقى، افهم ازاي ان احنا بنبيع بايه اصلا. لما تيجي تبيع لنفسك انت معاك دلوقتي مهاره، معاك فاليو الناس هتشتريها منك. فاحنا بنبيع المهاره دي ليه بقى؟ او بنبيعها ازاي اساسا؟ بنقول له ان انا معايا جرافيك ديزاين اعرف اصمم لك سوشيال ميديا بوست او كونتنت او الكلام ده كله، ولا انا بقول له بالبنفيتس بالمميزات اللي هياخدها لو خد مني المهاره بتاعتي دي. فكل ده جوه الكلمه الكبيره اللي اسمها تسويق يعني. فنفهم تسويق كويس قوي هيحل اي حد في الكوكب، مش لازم مصمم جرافيك يفهم تسويق، هيحل مشاكله كلها اعتقد يعني. طيب طبعا من مزايا شغل الفريلانس ان احنا بنكون متحكمين في نفسنا، ولكن الميزة دي ممكن تقلب عيب مننا في وقت ممكن ما نبقاش قادرين نشتغل، او خلاص مش هينفع نشتغل دلوقتي. ازاي نقدر نتغلب على المشكلة دي، او بنهندلها ازاي؟ الموضوع ده مهم جدا فعلا. بس يعني وانس ان انت خلاص بقيت بروفيشنال في الحاجه بتاعتك او بقيت ذو مهنه، في كلاينت بيجي يطلب منك طلب دافع فلوس عشان ياخد حاجه مقابل الفلوس ديت، فاحنا بنركن بقى لشغل المود ومش على مزاجي والنهارده ماليش اوت اوف مود مش هشتغل النهارده والكلام ده كله على جنب. في حاجه تانية بتحركنا اللي هو الانضباط والاستمراريه. ان هو ده هو لو ما عملتش كده حرفيا مش هلاقي اكل يعني. مش هلاقي كلاينت يجي يعني. فموضوع ان انا اشتغل من البيت ده فعلا مسؤوليات كبيره جدا، داخل فيها موضوع الشغف والمزاج وان انا ماليش مزاج النهارده اشتغل والكلام ده كله. بس ده في البدايه ممكن يكون هو المحرك. انت قاعد في البيت ولسه في البدايه، ممكن يكون لو مزاجك النهارده جايبك هتتفرج على الكورس، مش جايبك مش هشتغل، مش هتعلم، مش هتطور. بس بعد كده لما تخش في المجال اكتر وتغوص اكتر ده مش هيبقى دافع خالص. ولو بقى دافعك وده الاساس اللي بيحركك فشويه وهتعطل في النص يعني. فازاي نتخطى الموضوع ده؟ ان انت تبدل الدافع الاساسي او المحرك الاساسي. انت اصلا في البدايه انت داخل جرافيك ديزاين ده تعمل ايه؟ لازم تسال نفسك يعني. دايما تكون متبروزه كده ورقه قدامك انا داخل عشان اعمل كذا كذا كذا، تلزقها بقى قدامك قدام المكتب، تحطها ويل بيبر على اللابتوب على الموبايل، تلزقها في السقف تبص عليها عشان لما تعطل في النص تكون انت بص على الورقه دي الدافع اللي هيحركك، بجانب حاجات بقى الانضباط والاستمراريه. اللي هو لو ما عملت انا مضطر اعمل كده، مش شغفي ان انا هعمل كده او مودي ان انا النهارده مزاجي كويس فانا هعمل كده، لا انا مضطر.
الكمبيوتر الشخصي اتولد عام 81، واحنا اتولدنا عام 82. اتولدت نيو هورايزونز للتدريب عشان تكون جنبك في كل خطوة. المستقبل مش بعيد وانت اكبر من التحديات. نيو هورايزونز معاك علشان المستقبل. طيب هل تنصح المبتدئين الفريلانسرز المبتدئين في بداية شغلهم يتعاملوا بأسعار مخفضة عشان يكسبوا عملاء ولا ده ممكن يضرهم؟ والله الوقت معين، يعني ممكن اصلا اسعار مخفضه او ممكن ما تاخدش فلوس خالص. بس اعتقد في الزمن اللي احنا فيه ده يعني صعب جدا ان تشتغل من غير مقابل يعني. فلمده معينه لحد بس ما ابني حاجه اسمها بورتفوليو او معرض الاعمال بتاعي، يكون معايا على الاقل كلاينتس خدوا مني الخدمه حتى لو بسعر مخفض. فالشغل اللي انا هعمله لهم ده لو مش هعرف انا بيرسونال، مش هعرف اعمل حاجه بيرسونال لوحدي، هبني بيه بورتفوليو لمده معينه وخلاص. والله انا وصلت البورتفوليو ده بسوق بيه لنفسي، جالي منه كلاينتس احلى من اللي معايا دلوقتي. فانت يا ترفع سعرك يا ما تشتغلش مع الكلاينتس دي تاني، عشان احنا برضو كمصريين هنا ابو بلاش كتر منه. فلو اشتغلت ببلاش او اشتغلت بسعر رخيص هتفضل في نظر اللي قدامك سعرك رخيص حتى لو اتطورت. ففي الحاله دي احنا بنتخلى عن الكلاينت ده خالص. لكن انا مع فعلا ان انت ممكن تشتغل بسعر رخيص او تشتغل ببلاش خالص، بس في المقابل يكون انت بتبني حاجه او بتعمل حاجه. طيب من وجهة نظرك ايه الأخطاء الشائعة اللي بيقع فيها الفريلانسرز؟ ايه اصلا كلمه فريلانسر ده يعني ايه؟ عايزين نعرفها برضه، عشان برضه دلوقتي قاعد ليها هوجه كبير قوي، وصلاح ابو المجد والناس دي كلها عماله تقول لك اشتغل من بيتك والدولار والكلام ده كله. كلمه فريلانسر دي جايه منين؟ دي كانت بتطلق ايام زمان على الناس المرتزقه، الناس اللي كانت بتأجر في الحرب وبتحارب بالرمح. يعني انت بتروح تشتري الناس دي او بتأجرهم عشان يحاربوا معاك، يقتلوا لك حاجه او يموتوا لك حاجه ايا كان يعني. ففري يعني متاح، لانسر جايه من حربه، او كلمه لانس بس جايه حربه، فلانسر ده الراجل اللي بيحارب بالرمح. فانا لو عشان اروح اجر واحد اديله فلوس عشان يحارب معايا، اذا يكون عنده شويه مهارات، يكون قوي، يكون شجاع، يكون يعني كل الحاجات اللطيفه اللي انا هجيبها. هو مش بايع الدنيا عشان هو كده كده ممكن يموت في الحرب ده يعني. على الجانب الاخر انت كفريلانسر يكون عندك شويه برضو شويه صفات، يعني ده زي ما ده شجاع وده قوي والكلام ده كله، فانت لازم يكون عندك نفس الصفات دي بس على المجال بتاعك. لو احنا في الجرافيك ديزاين كلمه فريلانسنج، لو انا اشتغل من البيت بقى زي ما بيتسوق لها دلوقتي على او بتتباع في الكتب يعني، انت قاعد في بيتك على اللابتوب بتاعك في اوضتك، ولا حد بيقول لك رايح فين ولا جاي منين، وبتشتغل للكلاينتس اللي انت عايزهم في الوقت اللي انت عايزه في الميعاد اللي انت عايزه بالفلوس اللي انت عايزها. ده اللي عمال يتسوق بيه كورسات ويتباع بيه كتب. في جانب تاني بقى محدش عارفه، ان اصلا انت قعده البيت دي لوحدها دي مصيبه. يعني انت فرحان بيها وقاعد في بيتك وقدام اللابتوب بتاعك، ده حاجه تانية خالص. قاعد اصلا قدام اللابتوب بال 12 ساعه، القعده نفسها اصلا مشكله، اجتماعيتك بتموت حرفيا يعني. فزي ما هتاخد الحلو وخد الوحش، وبتتفرج على ده وتتفرج على ده. ف في فريلانسر زي ما احنا قلنا اللي بيتأجر في الحرب ده ممكن ما يموتش، ممكن يعور، ممكن يعني يجرح. فانت تشوف بقى انت فريلانسر عايز تجرح ولا عايز تموت على طول، عايز تبقى شاطر ولا عايز نص نص. فده يعني محتاجه سيرش في الموضوع ده اكتر، تفهم اكتر الموضوع ده يعني. بس في عواقب وفي مميزات كتير قوي. طيب خلينا نرجع لأول عميل. دايما عارفين ان الوصول لأول عميل صعب، ازاي وصلت لأول عميل وازاي بتدور على عملاء جدد بشكل عام؟ انا اول عميل ده او ممكن نقول اول شركه كان ليا موقف طريف معاه. ايام في البدايه احنا كجرافيك ديزاينرز بنحب نعمل حاجات بيرسونال وننسبها لحاجه مشهوره، مطعم مشهور او براند مشهور، فحاجات بندرب ايدينا فيها بعد ما بنتعلم يعني. فكنت عملت كامبين لمطعم بيتزا، عملت 4 تصميمات كامبين كده، حاجات بيرسونال محدش طلبها مني، كنت انا فور فري ان انا بعملها يعني عشان اسوق بيها واعمل بيها بورتفوليو. فعملت ال4 تصميمات بتوع البيتزا وحطيت عليهم لوجو ماكدونالدز. انا كنت ساعتها ما اعرفش ان ماكدونالدز ما بيعملش بيتزا، ورفعت الفيجوال ده او الكامبين دي على البيهانس عندي، وجابت لايكات كتير وريتش كتير الحمد لله، كانت يعني لقت اعجاب كبير قوي. بعدها بكام يوم لقيت بقى في الكومنتات كلها ايه اللي انت عامله ده، ده ماكدونالدز من امتى بيبيع بيتزا والكلام ده كله. انا ما كنتش اعرف حرفيا يعني. فحسيتها لطيفه في نفس الوقت، اللي هو خدت اكسبوجر وكبرت البروجكت كفيوز وكده يعني، والواحد اتعرف من ساعتها. على الجانب الحلو في الموضوع ده ان في شركه دخلت كلمتني، دخل صاحب الشركه دخل لي على الواتساب بيقول لي انا عايز واحده بيتزا بيج ماك. فانا مش فاهم هو بيهزر ولا فعلا بيتكلم جد ولا ايه. فبعد كده بقى عارف ان هو بيلينك مع البروجكت، وانا كنتش اعرف الحاجات دي كلها، ورحت اشتغلت على فكره في الشركه ديت، وكانت شركه يعني لطيفه. وده يعتبر دي اول شركه جات لي.
اول كلاينت بقى اللي انا قلت عليه اللي هو اللي طلب مني اللوجو والكفر بتاع الفيسبوك ب 80 جنيه. جالي ازاي؟ هو اللي جالي، انا ما رحتلوش. يعني انا كنت بشوف توتوريالز على اليوتيوب واطور من نفسي واعمل شغل بيرسونال محدش طلبه مني، زي ما قلنا موضوع البيتزا ده، وانشر الشغل ده على السوشيال ميديا، عندي على اكونتس وعندي على الجروبات بتاع المصممين. فجروبات المصممين مش كلها مصممين، في جواها مصممين، في جواها اتش ار، في ريكروترز، في اصحاب شركات، في مصممين زيك عادي. فواحد من ضمن الحاجات دي كان كلاينت شاف الشغل بتاعي دوت وقال لي انا عندي كان صفحه بيبيع العاب تقريبا، بيبيع العاب اونلاين، فعايز لوجو، عايز كفر للبيج عنده. فده يعتبر اول كلاينت جالي، واول سعر مسكته من الكلاينت ده كان تقريبا 80 جنيه في الحدود دي كده يعني. كتير من الناس عاوزين يدخلوا مجال الفريلانس بس بيكونوا تايهين في الأول ومتلخبطين. ايه من رأيك ايه الخطوات الأولية المفروض يبدأوا بيها عشان يدخلوا مجال الفريلانس؟ طيب احنا لسه قايلين دلوقتي ان الفريلانسر ده هو ايه؟ حد عنده فاليو، عنده حاجه هيبيعها. فعشان تخش مجال الفريلانس لازم يكون معاك الاول المهاره اللي عندك دي. هتختار المهاره ازاي؟ بتجرب، حرفيا بتجرب. يعني عشان ايه؟ نوصل للي احنا قلناه في البدايه، موضوع الشغف ده. فالمجالات دلوقتي عدد كتير جدا، المهارات دلوقتي عدد كتير جدا. جرب في اللي تحبه عشان ترتاح للي تحبه، وبعد كده ده هو اللي هتكمل بيه. فعشان تخش مجال فريلانس اول حاجه تخش معاك مهاره، ايا كان المهاره دي بقى، جرافيك ديزاين، برمجه، مونتاج، تصوير، اي حاجه، اي مهاره حاليا دلوقتي مطلوبه وممكن حد يجي يشتريها منك. ما مش موضوع دلوقتي بقى سعرها رخيص سعرها قليل او كتير، المهم ان هو عندك مهاره، دي اول حاجه. بعد كده بترتب عليها كل حاجه بقى، ان انا اخش الفريلانسنج ده اشتغل من البيت ولا اشتغل في شركات؟ طب هشتغل من البيت ريموتلي ولا فريلانسر مع عملاء؟ طب اشتغل مع مواقع ولا لا مع عملاء حقيقيين؟ كل ده يترتب عليه حاجات كتير قوي على حسب المهاره اللي عندك. هنتكلم برضو على موقفنا احنا كجرافيك ديزاينر. لو انت معاك المهاره وزي ما قلنا خلاص انت اتعلمت وداخل انت عارف هتعمل ايه، فهنا بقى ممكن نخش على الخطوه اللي بعد كده. انت ممكن بتجرب في البدايه، بتجرب هنزل اشتغل في شركه، ارتحت يبقى شغل الشركات ده هو ده بتاعك، ممكن ترتاح في الموضوع ده. انا لما نزلت شغل شركات ما ارتحتش خالص، ما عرفتش انتج تماما وما عرفتش اشتغل، مع اني نزلت جربت اكتر من شركه، جربت شركتين تقريبا وكانت تجربه الاثنين اسوأ من بعض. فبالنسبه لي لا، فانا جربت نفسي في الحته دي، فانا رحت للفريلانس. لكن الفريلانس مش اختيار في البدايه. يعني انت ما تقولش خلاص انا اتعلمت وعندي المهاره وبقيت مصمم جرافيك كويس فانا راح هتشتغل من البيت بقى، لا. ممكن تشتغل من البيت وتفشل، ما تعرفش تنتج، ما تعرفش تشتغل. جو البيت ده مش كل الناس ممكن تشتغل فيه وتنتج فيه. انت قاعد في بيتك وفي نفس الوقت بتشتغل، فانت لسه دماغك مش متهيئه ان انت انا قاعد في البيت وازاي بشتغل وبنتج شغل، وفي نفس الوقت انت متاح في البيت. يعني انت برضو لو انطلب منك حاجه او باباك او مامتك مش عارف ايه، انت مش هتقول لهم انا بشتغل، انا متاح، روح مثلا غير انبوبه ولا اعمل حاجه، فانت في البيت. ففي حاجات كتير قوي في موضوع الفريلانس ده، هو ده مش اختيار حرفيا. يعني هو ده انت بتجرب وتشوف الانسب معاك فيه وبتجرب فيه حرفيا يعني. طيب ازاي بتقدر توازن بين شغلك كمصمم فريلانسر وبين صناعة المحتوى على يوتيوب؟ ازاي بتقدر تقسم وقتك بين الاتنين؟ والله هو مفيش تقسيمه وقت ولا حاجه ولا في برامج بستخدمها. هو لو جات لي فكره فيديو، هو اصلا فكره التشانل دي كلها قايمه على ايه؟ قايمه على استنتاجات. يعني انا لما كنت بعمل شغل وانشره عندي على اكونتس على السوشيال ميديا، ناس بتسالني على حاجات في الشغل بتاعي ما ينفعش يترد عليها بفويس او مسج او حاجه، او حتى يخش معايا ميتنج ما بعرفش اشرحها له كده. ليه؟ عشان المعلومه دي انا ما خدتهاش من كورس او ما خدتهاش من حد شرحها لي قبل كده، لا، المعلومه دي جايه من استنتاج انا طبقته عن طريق معلومه شفتها فطبقتها على نفسي، طلعت باستنتاج. يعني في نوعين من الكورسات دلوقتي، نوع تاخد المعلومه زي ما هي وتعيد صياغتها وتشرحها للناس تاني بطريقه مختلفه، وده مش عيب، ده تمام حلو قوي. في نوع تاني من الكورسات اللي انا بعمله عندي في التشانل، بتاخد المعلومه او بتاخد النولج زي ما بنقول، خدناها في الجامعه كده، تاخد نولج تعمل عليه شويه بروسيسنج تطلع لك انفورميشنز. الانفورميشن دي هو ده اللي انا بعمله بقى، اللي انا بتفرجت على كورسات وقريت كتب وخدت معلومات من الشخص ده والشخص ده. قبل ما انشر لك المعلومه دي باخدها عندي اطبقها على نفسي الاول، اشوف استفيد منها ازاي، فبطلع باستنتاج. الاستنتاج ده اللي هو طريقتي في تطبيق المعلومه دي عليا انا. فالاستنتاج ده مش هتلاقيه عند حد ثاني حرفيا. يعني هو انت لو خدت نفس المعلومه مني وقريت نفس الكتاب هتطلع باستنتاج مختلف. فهو ده اللي مميز التشانل عندي الحمد لله. يعني بشرح في مواضيع مش موجوده، او لو موجوده بطريقتي انا بالاستنتاج بتاعنا، هو ده اللي مميز التشانل عن الموضوع ده. فصناعه المحتوى نفسها العمليه كلها صعبه جدا، صعبه جدا جدا. يعني ما كنتش اعرف الموضوع ده، انا كنت عاملها عشان اساعد الناس اللي بتسال الموضوع ده، فانا مش عارف ارد عليهم. في نفس الوقت في حاجات كان نفسي وانا داخل اتعلم كان لازم تبقى موجوده فما لقيتهاش برضه، فعوضتها من شويه
اجانب، كورسات اجانب، كتب اجنبيه. فليه المحتوى ده مش موجود عندنا؟ ليه الاستنتاجات دي مش موجوده عندنا في المحتوى العربي؟ ومن هنا جت موضوع اورنج سكوير بان انا اعمل الموضوع ده. لكن ازاي بوازن بقى بين شغلي وصناعه المحتوى؟ هو حرفيا يعني لو جات لي فكره بسجلها، وبعد ما اخلص شغل لو مزاجي جابني ان انا اسجل بسجل. انا برضو التشانل ده مش واخدها ان هو التزام واستمراريه، ده مش شغل، ده حاجه انا بعملها لنفسي وللمستقبل، يعني رميها كده للمستقبل يعني. خد الخطوة اللي تناسبك مع ميجا تيم وكارتر. ناس كتير بتحب تبدأ كورسات برمجة، لكن دايما بتبقى مشكلتهم ان مستوى الكورس مش مناسب ليهم، يا اما بيبقى مستوى اساسي هم اصلا عارفينه، او معلومات مش بتضيف جديد لمهاراتهم. عشان كده مع نظام البوت كامب من كوارتر هتلاقي الحل. تقدر تختار المستوى اللي يناسبك بين 3 مستويات: مبتدئ او متوسط او متقدم. ابدأ رحلتك صح مع ميجا تيم وكوارتر. بس حضرتك انك كنت حابب المجال من الاول، مش واخده كنوع من انواع البيرسونال براندنج؟ لا، ما كنتش باصص لها كده خالص. انا كنت باصص لها ان الحاجات دي كان لازم، لو انا اللي داخل في البدايه او الناس اللي داخله في البدايه لازم تاخد الموضوع ده، لازم الاساسيات دي لازم تبقى معاها موجوده، والاساسيات دي مش موجوده، والاستنتاجات دي مش موجوده. فكان نفسي الاقي حاجه زي كده، فانا حاولت ان انا اوفر الحاجه دي للناس اللي لسه داخله. وفي نفس الوقت مع الوقت بقى الحمد لله لما بتخلق كونتنت او بتعمل محتوى على اليوتيوب بيساعد في البيرسونال براندنج بتاعك، واجهتك بشكل عام. وفي حاجه مهمه جدا برضه في الموضوع في صناعه المحتوى، انت عشان تخلق محتوى عشان تقول للناس معلومه، ده بيحتاج نفس سويه جدا 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 يعني. الاستنتاجات دي اللي بتميز احمد عن محمد عن مصطفى عن كل شخص. فان انا ان انا اقول لك على الحاجه اللي بتميزني او الحاجه اللي لحد ما شغلي متميز بيها ان انا انهيها لك كده بسهوله، فده صعبه جدا. فده ما كانش في دماغي الحمد لله يعني. ثانيا، انت لما بتدي محتوى انت بتفضي نفسك زي انها كوبايه بتفضيها كده. فانت عشان تخلق محتوى اقوى من اللي اتعمل محتاج انك تملى نفسك اكتر، فدي حاجه قويه جدا برضه في صناعه المحتوى. ان انت كل ما هتدي كل ما بتفضى، فانت محتاج تملى، فهي عمليه كده. فانت اللي بتتطور مش الناس اللي بتتطور، انت بتتطور وبتفيد ناس بحاجات اوريدي المفروض يكون عندك هي بيزكس وبتعملها بكل سهوله، بس بالنسبه للناس صعبه. ايه الموضوع ده؟ فصناعه المحتوى كويسه جدا. طيب ازاي بقى ساعدتك صناعة المحتوى في تعزيز فرصك كمصمم فريلانسر؟ حلو هل يعني. بتساعد اصلا ولا؟ بتساعد بس في حدود معينه، او نوع الكونتنت نفسه برضه بيحكم. يعني المحتوى التعليمي ممكن ما بيساعدش قوي عشان مش اللي هيشوفه ديزاينرز زيك، فممكن يفيد في الايه، في الدايره بتاعه المصممين نفسها او في الاندستري نفسها. بيكون في عباره عن شلل كده، شله، فانت ممكن تكون معروف جوه الشله دي او جوه المجال ان احمد ده صانع محتوى بيعمل محتوى كذا كذا كذا، ولو المحتوى بتاعك كويس هيتعرف بشكل كويس جدا الحمد لله يعني. فاسمك ممكن يتذكر مع ناس اوريدي بقى لها كتير قوي بتخلق كونتنت، وناس كبيره قوي في المجال شاطره يعني. فدي الايمج بتاعتك هتبقى حلوه قوي في الموضوع ده. ده الكونتنت التعليمي. لو كونتنت تاني بقى فور فن، وبرده ممكن يكون تعليمي بس بطريقه مختلفه غير اللي انا بعملها، ده بيعزز جدا البيرسونال براندنج. والشخص ده انا بشوفه قبل ما اخش اشتري منه خدمه او قبل ما اخش اكلمه، انا عنده فيديوهات اصلا او عنده سابقه اعمال قبل كده كفيديوز، فدي بتدي ثقه. اللي هو لو دخلت اشتريت خدمه من الراجل ده وحصل مشكله او حصل حاجه، هو مش هينصب عليا، لا هو هيكلمني وهيرد عليا، ولو حصل مشكله هيحلها لي وهكذا. بتدي نوع من انواع المصداقيه شويه بتاع المحتوى يعني الكونتنت. بس لكن على الجانب الشغلي بصراحه ما اثرش قوي، يعني ما فيش كلاينتس بتتفرج على اللي انا بعمله ده، هو اللي بيتفرج عليا مصممين بس، فممكن يكون ساعد في الايمج فقط. طيب ال AI مؤخرا بدأ يدخل في كل حاجة في حياتنا، من ضمنهم مجال الجرافيك. هل ده ممكن يشكل خطر عليا، وازاي اقدر استغله لصالحي؟ والله انا عندي مشكله مع الاي اي ده، ودايما صحابي دايما يعني بيعارضوني في الموضوع ده. انا ضد الاي اي، بس في الاستخدام الخاطئ، مش ضده في العموم. يعني صحابي دلوقتي عمالين يستخدموه اكتر بكتير جدا في ان هو يطلع لهم شغل وينشروه عندهم على السوشيال ميديا، ويبقى كده اسمه هو عامل شغل والشغل باسمه يعني. لكن دي لا، انا مش متفق معاها تماما. الاي اي دخل كتول. يعني ايه تول؟ انت مصمم جرافيك، قلت لك عارف المهام بتاعتك وعارف وظيفتك وعارف انت بتعمل ايه، وبتنفذ ازاي. بتنفذ بالفوتوشوب والالستريتور، الحاجات التقليديه اللي احنا متعودين عليها. فجات لك تول زي التولز اللي موجوده ديت، لا بتقول لك والله انا مش خليك تبني التصميم ده فروم سكراتش من زيرو، لا خليك تبني من 40%، 50%، 80% ممكن اوصلك. هي تول هنوظفها ازاي بالكونسبت بتاعنا. لكن الاستخدام الخطأ حاليا للمصممين ان هو لا عنده كونسبت ولا عنده فكره ولا عنده ريفرنس ولا عنده اي حاجه، هو بيخش الاي اي هو اللي بيطلع له الكونسبت، هو اللي بيطلع له الفكره، هو اللي بينفذ له، وهو بينشر على السوشيال ميديا، هو بيقول لك اتفرج ده شغلي على الاي اي. شغلك ازاي بقى؟ فهيشكل خطر امتى؟ لما
هيشكل خطر على المصمم نفسه. المصمم نفسه هو اللي ممكن يشكل خطر على نفسه لو استخدم الاي بطريقه غلط يعني. تمام. بما انك صاحب قناة اورنج سكوير، ازاي قررت تبدأ في انك تبدأها وتقدم محتوى عليها على اليوتيوب بشكل عام؟ ما هو ده النقطه اللي انا قلت عليها، ان هو الاستنتاجات اللي كانت الناس بتسال فيها، انا لازم نوفر الموضوع ده، لازم نرد على الناس دي بقى، عشان مش هينفع لو رديت على واحد هفيد واحد بس او هفيد اتنين بس. فماذا لو عملت فيديو ونشرته كده على الشانل على اليوتيوب وخلاص والناس كلها تتفرج عليه، يعني بدل ما فدت واحد فدت اتنين فدت تلاته. ده كانت فكرتي في البدايه، لا فلوس بقى ولا محتوى ولا بيرسونال براندنج ولا الكلام ده كله، لا هو رد على اسئله الناس. طب انت اتعلمته منين يا احمد؟ اتعلمته عن طريق الاستنتاجات اللي انا قلت لك عليها، ان انا خدت الكورس، اتفرجت على مش عارف كتب، بتفرج على بودكاست، بتفرج على حاجات مختلفه جدا وشائعه جدا، ومش لازم تكون في الجرافيك ديزاين بس. انا بتفرج على حاجات مختلفه، بتفرج على افلام وبتعلم منها، بتفرج على بقرا روايات. فكل ده بتخش تعمل له بروسيسنج جوه الشخص، فبيطلع باستنتاج مختلف. اكتر حد بستفيد منه في الموضوع ده دكتور ايهاب فكري، صاحب المنتور. برضه كورسات الراجل ده، واي كلمه تطلع من بقه حرفيا مش هتلاقيها في كتب ولا في كورسات ولا في حته في اي حته في الكوكب يعني. ليه؟ عشان ناتجه عن طريق استنتاجات برضه. ودي اقوى نوع من انواع المحتوى اللي موجود حاليا، ان هو ان المحتوى يكون ناطق عن طريق استنتاج او تطبيق عملي على نفسك انت، فانت طلعت بحاجه، الحاجه دي بقى هي الناس عايزاها، دي الناس اللي تستفيد منها، لكن ما تعيدش العجله من تاني. فاورنج دي كانت بدايه اورنج سكوير بقى، والحمد لله عمالين نتطور وكنت مركز على جزء تحديدا برضو ما كانش فيه كلام كتير قوي، الا وهو الجزء او الجانب الاكاديمي من الجرافيك ديزاين. يعني احنا بنسبه 85% 90% من الديزاينرز اللي موجودين في مصر حاليا مش خريجين اصلا فنون تطبيقيه. انا خريج كمبيوتر ساينس وشغال مصمم جرافيك وشغال مصمم جرافيك محترف. ففي جانب اكاديمي الناس بتدرسه في الجامعه اللي خريجه الكليه دي، ناس خريجه فنون تطبيقيه فنون جميله بيدرسوا العلم ده بقى كعلم بقى، يعني ايه جرافيك ديزاين، يعني ايه اساسيات، يعني ايه اكاديميات، يعني ايه مبادئ. مش بنخش نطبق على اليوتيوب وخلاص. يعني انت اصلا لو سالت حد دلوقتي ايه هو الجرافيك ديزاين يقول لك فوتوشوب، فده غلط جدا. فالحمد لله انا عوضت الجانب الاكاديمي ده عن طريق الكورسات. ولما بصيت على الفيديوز على اليوتيوب كله بيركز على جزئيه ان انت ازاي تنفذ. تعال اعلمك ازاي تنفذ التصميم ده، تعال اعلمك ازاي تنفذ الشادو ده، تعال اعلمك ازاي تنفذ الاضاءه دي. النو هاو بقى، ليه انا هنفذ ده، ليه هنفذه بالطريقه دي، طب ليه هنفذه هنا في الموقف ده بالطريقه دي. طب ايه الجانب الاكاديمي من الاضاءه بقى، ايه الاضاءه دي بقى، ولما تقع عليا بيبقى سوفت وبيبقى هارد. طب الشادو، طب الكونتاكت، طب الماتيريال اللي انا لابسها دي لما يقع عليها حاجه. كل ده جانب اكاديمي بقى مش موجود. فهو الحمد لله بركز على الموضوع ده، والحمد لله لقى اعجاب الناس يعني عشان هو فعلا مش موجود. والحمد لله بعرف اوصل المعلومه بشكل كويس. طيب، بما ان قناة اورنج سكوير من انجح القنوات الموجودة، ازاي بتقيم النجاح على اليوتيوب؟ وهل بتفضل التركيز على التفاعل ولا جودة المحتوى والمشاهدات؟ لا انا ما عنديش مشاهدات اصلا، يعني انا مشاهداتي تقريبا بتتراوح ما بين 2000 ونص لحد مثلا يكون اكبر فيديو حاليا جاب مشاهدات 60,000، بس ده بقى له 4 سنين 5 سنين مثلا. فلو هنبص على المشاهدات فانا مشاهداتي تعبانه. ليه؟ ما برضه انا عارف ليه الموضوع ده. انا معلومتي او استنتاجي ما ينفعش احطه لك في فيديو 10 دقائق ولا فيديو دقيقتين ولا فيديو 3 دقائق. انا اقل فيديو عندي 40 دقيقه. مع ظل التيك توك دلوقتي والشورتس الموجوده على اليوتيوب، فمستحيل حد يكمل 40 دقيقه بالمعلومات الطف اللي انا بقولها في الفيديوز دي، صعب جدا. فيتقسم الفيديو، يا اما يكون تتفرج على 40 دقيقه بس ماسك ورقه وقلم ومركز معايا في المية. ففي الحالتين صعب، محدش بيعمل كده. فبالتالي المشاهدات عنده قليله. بس اللي بيستفاد فعلا ال1% او ال2% اللي بيستفادوا بيكملوا الفيديو وبيكتبوا بياخدوا نوتس ورا الفيديو دي، هي دي الناس اللي بتخش تكلمني بقى، بتخش تدعي لي الكونتنت كويس ما شاء الله، الحاجات دي كلها. فهو ده اللي انا مستهدفه. لكن الناس كلها دلوقتي قطع بقى الفيديوهات الطويله ديت، اعملها شورتس، اعملها فيديوهات قصيره وكده. مش هينفع تتعمل فيديوهات قصيره. فلو هنبص على تقييم الشانل كنجاح، فبشوف في كومنتات الناس ودعواتهم مش في المشاهدات بتاعتها. على فكره انا عملت سبونسر عندي على الشانل وانا ما عنديش مشاهدات. فاذا الناس اللي جايه تعمل لك سبونسر على الشانل دول بيدفعوا فلوس وانت ما عندكش مشاهدات، اكيد مش بص على المشاهدات. يعني هي مسكت الشانل وعملتها اناليسيز وحللتها من كل حاجه، وعارفه ان المشاهدات قليله وجات تدفع فلوس عند الشخص ده عشان يعمل لها سبونسر. فالنجاح مش مشاهدات خالص، اهم حاجه التاثير اللي بعد الاربعه خمسه سته اللي هيتفرجوا عليك هيعملوا ايه. طيب، في الختام، النصيحة اللي تحب توجهها لحد عاوز يبدأ فريلانس وصناعة محتوى؟ زي ما قلنا فريلانس ده مش اختيار، او ده مش انا اللي هقول لك روح اتعلم فريلانس او اتعلم او انزل في شركه. لا، انت هتجرب وتشوف الانسب معاك انا جربت الشركه ما نفعتش معايا، فالفريلانس ليه؟ عشان خلفيتي كلها فريلانس من البيت.
فافضل اقول له اديك مميزات واديك حاجات كويسه، ولو اديتك الجانب السيء من الموضوع هقوله لك بطريقه فاني برضو يضحكك، اللي هو هيحببك في الموضوع ده. ليه؟ عشان خلفيته كلها فريلانس. لكن على الجانب الاخر هتلاقي واحد شغله في شركات وشغال في شركات بقاله كذا سنه وشاطر جدا في الموضوع ده، هيعكس كلامي كله وهيقول ان لا الشخص ده كلامه غلط والشغل اللي في شركه احسن والشغل الشركه بيطور اكتر والكلام ده كله. فكل واحد هيقول من منظوره او من الاتجاه بتاعه. فده بالنسبه للفريلانس. صناعه المحتوى زي ما قلنا بلاش نعيد العجله. لو هتعيد العجله حط فيها شويه حاجات مختلفه، طريقتك تبقى مختلفه، الكونتنت نفسه او طريقه تقديم المعلومه تبقى مختلفه، المعلومه نفسها ممكن تبقى مختلفه او مش مختلفه. حتى لو هتنقل المعلومه من مكان للتاني حط لمستك على الاقل، ما تنسخهاش ما تترجمهاش. يعني دلوقتي برضو في كونتنت على اليوتيوب مشهور في مجالنا يتفرج على الفيديو الانجليزي، واحنا عارفين الفيديو الانجليزي اصلا، احنا شفنا الفيديو، هو بيترجمه بس، بيترجمه بس يعني بدون اي لمسه بدون اي حاجه، حتى ممكن يكون جايب نفس الصور ونفس المثال. فده انت عملت ايه بقى؟ ما انت كده بتحرق نفسك في البدايه يعني. فصناعه المحتوى مش سهله، والفريلانس برضو مش سهل، عشان برضو الكلام ده باين ان هو لطيف وحلو وشغال من البيت وكده. فلا الاتنين مش سهلين، بس لو حابب الموضوع ده خلاص كل حاجه وحشه قلناها هتزول طالما حابب الموضوع ده. اهم حاجه تكون حابب اللي انت بتعمله. شكرا باشمهندس احمد على اللقاء الجميل ده، حقيقي استمتعت جدا بالكلام مع حضرتك. شكرا جدا، انا سعيد جدا بالاستضافه ديت، وانا اصلا كنت جزء من التيم ميجا ده ايام الجامعه يعني، فمبسوط جدا بالتطور اللي بيحصل ده. وبكده اعزائي المشاهدين والمتابعين تكون خلصت حلقتنا النهارده، والى اللقاء في حلقه جديده.